شقيانة من صغرك يا لوزة، بس على رأي المثل الإيد الشقيانة شبعانة. ازيكم يا أمارات؟ وحشني قد الدنيا دي كلها. النهاردة كده جاية لكم بيوم جديد بروتين جديد. ما تنسينيش يا أمرايا باللايك، وطبعا لو أول مرة تشوفي قناتي نوريني بالاشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد أنزله. وما ننساش الصلاة على حبيبنا المصطفى، وكلنا نكتب في الكومنتات اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. اكسروا يا جماعة كتير من الصلاة على حبيبنا رسول الله. طبعا يا أمرايا كده أنا عايزة أقول لكم أنا في اليوم ده رجعت من الشغل كانت الساعة 1 الظهر، كنت واخدة إذن من فرحتي أصلا. عايزة أقول لكم اليوم ده كانت ماما وإخواتي عندي، وده بيبقى من أسعد أيامي لما بيتلموا عندي ويبقوا موجودين معايا ويجوا معايا يوم أو 2، لأن أنا بعيدة عنهم بمسافة. فطبعا عشان يجوا عندي يعني لازم نقعد يوم أو 2 مع بعض، وهم المرة دي قعدوا يومين عشان خاطر بس المدارس والدروس والكلام من ده. ربنا يعيننا جميعا، برغم ان لمتهم الولاد بيعملوا لي مروستان وبيجننوني، بس ربنا يخليهم ليا كده يا رب، وما يحرمني منهم ابدا اخواتي كلهم، وما يحرمنا من لمتنا كده مع بعض، ويهدي اولادنا جميعا. والنبي يا جماعه اهدوا للاولاد احسن، يعني بصراحه الله المستعان بجد. مروستان ربنا يهديهم جميعا يا رب، ويفك كربنا جميعا وكرب كل المسلمين يا رب العالمين. المهم كده قبل ما اروح على البيت كنا في اليوم دوت اصلا هم من بالليل لافين حلتين محشي، وطبعا قلت محشي يعني فراخ، فروحت كده جبت 3 فرخات. كيلو الفرخه كان على 88. المهم رحت جبت كده ال3 وزنهم تقيل كده معانا، وبدات قلت هنسلقهم. وبصراحه كنت في نيتي ان انا كده احطهم ياخدوا وش كده تحت الشوايه، بس الحمد لله لقيت الشوايه عندي مش شغاله، زرارها كده لقيته معلق. فطبعا ايه ام الخير كده، طبعا اللي هي امي دي ام الخير، كان ابويا دايما طول عمره كده يقول عليها ام الخير. قالت لي خلاص مش مشكله سيبيها مسلوقه. قلت لها لا احنا خلاص نحمرها في الزيت من فوق وما يجراش حاجه. وطبعا حطيت الحله، وكالمعتاد حله غير مناسبه. طبعا ال3 فرخات جم كتار جدا عليها، وبقيتش عارفه احطهم، وبهدلت البوتاجاز كالعاده زي ما قلت لكم في الروتين اللي فات كده. لو خدتوا بالكم ان الصلصه بهدلت لي البوتاجاز، انا بقيت تقريبا كل يوم لازم نغسل البوتاجاز. فطبعا بهدلت كده الحله. كان برضو نسيت اطلع الحله اللي مقاسها كبير، لان ال3 فرخات اللهم بارك وزنهم حلو، الواحده تقريبا 3 الا ربع و3، فكان وزنهم اللهم بارك جميل جدا معانا. وطبعا انا ببقى واثقه جدا 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 بقى في الراجل اللي انا بجيب منه ده، لاني بينضفها لي حلو قوي، حاطط ليمون معاها كده زي ما انتم شايفين. فكانت هي جاهزه معايا لطول. اول ما دخلت لقيت ماما ربنا يديها الصحه كان عندي المواعين ديت، البنات سابوها غسلتها، وهم كانوا بيشوفوا حاجات تانية بيعملوها كده بره البيت. فالمهم ان هي غسلت المواعين، وهي من عادتها لما بتغسل المواعين لازم تصفيها، وهي معودانا ان احنا نغسل المواعين يعني نصفي المواعين. وطبعا هي صفتها كده على الرخامه، بدات ارجع كل حاجه مكانها، والحاجه اللي لسه عايزه تكمل تصفيه حطيتها على الصفايه ورايا، ولميت الرخامه. وفي الوقت ده كانت الميه محطوطه معايا على النار عشان ان شاء الله هنبدا نسلق الفراخ كده موجوده معانا. وزي ما قلت لكم بقى هم كانوا لافين حلتين كرنب، وكنا في اليوم ده جبنا 4 كرنبات. احنا كنا عملنا حسابنا ان احنا هنعمل محشي كرنب. لقيت ماما جابت كرنبتين، الكرنبايه كانت واقفه على 30 جنيه، وانا لما جيت برضو من الشغل كنت جايبه كرنبتين معايا في ايدي. فالمهم الكرنبات اللي هم بالشكل ده دول كنت جايباهم قبليها بيوم، يوم ما عرفت ان هم جم، فكان قبليها بيوم هي جابت 2 وانا جبت 2، فعملنا 2 وجهزناهم معانا كده في التلاجة. ودول الاتنين اللي انا كنت جايباهم كان يعني ورقهم اخضر كتير من بره. هنبدا بقى نكسر الورق الاخضر ده كله، طبعا انا مش هرميه، طبعا الجار للجار. بدات ان انا احطه كده جنبي في الارض، هنبدا نعبيه في كيس وهنزله لجارتي اللي تحت اللي عندها فراخ، لان طبعا الحاجات والخضروات دي بتبقى جميله جدا للناس اللي عندها فراخ. وبما ان انا الفراخ بتاعتي كلها اتذبحت ما عنديش فراخ خالص، فببدا ان انا الم لها الحاجه وانزلها لها، هناخد بس الاجزاء اللي هنستعملها. طبعا ركنت كده كام ورقه خضراء، لان احنا بنحب برضو الورق الاخضر نحطه في تحت يعني في اخر الحله من تحت. وبدات ان انا اركنه. الكرنبيتين اللي انا جبتهم برضو الواحده ب30 جنيه، يعني جبنا ال4 كرنبيات ب120 جنيه، كل واحده ب30 جنيه. الكرنبايه التانية اللي انا بقطعها دي بقى مدكوكه كده ومليانه ما شاء الله، هتشوفوها دلوقتي عملت معايا ما شاء الله يعني اضعاف 3 مرات من الكرنبه اللي انا قطعتها الاولانيه دي مليانه اللهم بارك كده، ويعني فيها ورق كتير وورقها كبير. فدي اللهم بارك حلوه بصراحه تستاهل ال30 جنيه، انما التانية لا ما تستاهلهاش. فالمهم بدات ان انا اجهزهم معايا. كنت في الوقت ده برضو حطيت معايا حله على النار تانية عشان خاطر نبدا
هنبدا نسلق فيها الكرنب، هنبدا نحط فيها بس شويه ملح. والكرنبتين دول طبعا احنا مش هنعملهم بقى، انا هفرزهم واشيلهم معايا في الفريزر. فانا اول ما جيت كده جهزتهم كده وبدات ان انا اعملهم، قلت طالما واقفه في المطبخ وهم كده كده مجهزين الاكل، انا مجرد ان انا هسلق الفراخ، طب خلاص تمام. انا بقى اسلق الكرنب دوت وابدا بقى ان انا اقطعه واشطفه كده معايا واقطعه واشيله في الفريزر، لان انا هشيله في التفريزات عندي، لان انتوا عارفين انا واحده من عشاق التفريزات، لان التفريزات بتفرق معايا كتير قوي. وطبعا دول الحلتين اللي هم حشوم انا بوريه لكم كده، دول هيتركنوا معانا. مجرد ما هنبدا نسلق الفراخ هناخد من شوربتهم عادي ونبدا نسويهم، وهنسويهم برده مع بعض وهنقدم مع بعض كده الغدا. طبعا الكرنبايه بحطها كده حوالي 3-4 دقايق كده على العروق بتاعتها عشان العروق تستوي، وبعد كده ببدا ان انا اقلبها على ورقها واشد ورقه ورقه. انا الكرنبايه دي ما قعدتش معايا وقت خالص خالص خالص، وبدات ان انا اشد ورقها على طول. وشفت اختياري الغلط في الحله، مفيش فايده فيا، لسه مختيراها اختيار في للطماطم، وبهدلت لي البوتاجاز. برضو اخترتها للفراخ، والله ما جيب بالي خالص، انا بقول لكم دي اكبر حله عندي في الطقم، برضو بهدلت لي البوتاجاز جامد جدا جدا. قلت خلاص بقى هكمل عليه يومي، وبعد ما نخلص كده نينيتنا ان شاء الله هنلمه. وبدات بقى فعلا بعد ما خلصنا لميناه، بس بقى انا طبعا مش هشيل الحاجه من على النار عشان اكمل يومي، عشان اغسله ولا ايه. فالمهم ان انا كده شلت معايا، رفعت الغطا كده على ما اشيل الكرنبايه، عشان ورق الكرنب ده مش عايزاه يستوي قوي قوي عشان ما تتهريش معايا، لان ده اللي انا احطه في الفريزر. الكرنبايه التانيه دي اللي متكوكه بقيت بزقها بالعافيه في الحله، وعلى ما بدات اطلع ورقها اللي على الوش جننتني، لاني اللهم بارك ورقه زي ما انتم شايفين عامل ازاي. بقيت عشان اشد الورقه اقلبها من الجنب اليمين للجنب الشمال لكده عشان اقدر اشد الورقه، ان ما شاء الله الورقه جايه لفه يعني تقريبا لعرق الورقه اللي قصادها، ورقها طويل وحلو اللهم بارك جميله جدا. فالمهم ان انا بدات حسيت ان العروق اللي جوه برده مش مستويه قد كده، رحت قلبها تاني على وشها، وبدات ان انا اظبط تسويتها حلو قوي قوي كده معانا. وفي الاخر بحط بقى شويه الورق الاخضر اللي احنا طبعا بنحطه معانا في اخر الحله، وانا برضو بنحب يعني ولادي بيحبوا ياكلوا الورق الاخضر عادي مفيش مشكله. فدي الكرنبايه التانيه لوحدها، لان الكرنبايه الاولانيه انا شطفتها وركنتها في المصفى على طول. هنبدا بقى نشيل معانا كده الميه السخنه ونسيب فيها الورق الاخضر كده على ما اسقي معايا حله المحشي. بدات احط بس كده صلصه على الوش عشان تدي معايا لون احمر جميل كده. انا المفروض كنت فرطتها حتت صغنونه، بس قلت مش مشكله بقى، انا قعدت بالمعلقه افردها شمال ويمين وبدانا نسوي حله المحشي. عايزه اقول لكم حله الكرنب انت ما بتطلعيش الميه، احنا برضو هنلففها كده شمال ويمين ونضغطها، الميه هتنزل معانا لتحت. اول صف ده الميه يا دوبك بتكون باينه منه كده زي ما انت شايفه، وبتبداي بقى ان انت تحطيها على النار تغلي معاكي. مجرد ما تغلي طبعا تسويه المحشي مجرد ما تغلي وتبدا تتشرب معاكي بتبداي تهدي النار عليها. هنا بقى كنت اكتشفت في الوقت ده ان عندي الشوايه باظت، فماما كانت قالت لي حطيهم كده، قلت لها لا يا ماما احنا يعني ايه هنحمرهم من فوق كده على الوش، واحنا برضو بنحبها متحمرين. وكانت اللهم بارك بصوا لون المحشي وجماله وطعمته بألف هنا وشفا طبعا ليهم لاهل الخير كلهم، هم يعني بيجوا بالخير، وهم بصراحه ايامهم كلها بتبقى خير، الشبعان شبعان يا جماعه. المهم يا جماعه فرحت جايه كده ال3 فرخات حمرتهم كلهم، وبدأت بقى ان انا احط المحشي. وبصراحة ما عملتش حاجة، كنت مكسلة جدا في اليوم ده، والساعة بقت 5 والولاد جاعوا، فقلت لا هم خلاص كده هو ده مع شوية الشوربة بليمون ونبدأ بقى كده نتدفى. شتا يعني محشي يعني عدس يعني حاجات كده سخنة تدفيكي. نبدأ بقى نتدفى احنا والولاد، وكنا برضو جايبين برتقان بعديها، قعدنا بقى بعديها بساعة ونص ساعتين كلنا برتقان كده، وقبليها شربنا الشاي. المهم كده قعدنا قعدة حلوة مع بعضينا، انا بحب لمتهم وقعدتهم معايا، ربنا ما يحرمني منهم ابدا يا رب، ويخليهم ليا ويسعدهم ويفك كرب كل مكروب فيهم يا رب العالمين، وفك كرب المسلمين اجمعين يا رب العالمين. المهم بقى بصراحه كنت شطفت الكرنب وركنته، ما جيتش جنبه خالص، سبته في المصفى يتصفى براحته قوي. وبعد ما اتغدينا وشربنا الشاي وكلنا برتقالنا وريحنا كده خالص، بدات بقى ان انا اقوم اشيله عشان خاطر طبعا ما يطلعلوش ريحه او ريحته ما تغيرش. بدات اجيب الاطباق اللي عندي دي وهفتح اكياس فيها دلوقتي واحطها. وطبعا انا من ساعه ما عملت الطريقه بتاعه تقطيع الكرنب دي انا ما بقتش اعمل بالطريقه بتاعه زمان، من ساعه ما جربت الطريقه دي وهي بتعجبني موت.
وبتريحني وبتوفر معايا، ما بتهدرش معايا في الورق. انا جات اخواتي يعملوها ما عرفوش، انا عايزاهم يا ريت يتعلموا الطريقه دي، هتفرق معاهم جدا بصراحه. بتريحك، ما بتفرقش مع، اعملي 3 4 ورقات يعني، ما تعمليش كميه ورق طالما على ما ايدك تاخد عليها. طبعا ما بتهدرش معاكي في الورق خالص، لو انت ايدك ظبطت فيها اظبطي ايدك فيها وفكري في تقطيعها هتلاقيها سهله معاكي، وهي تقطيعها سهل جدا معاكي. بتبداي تعملي المقاسات كلها قد بعضها وتحطي الورق كله على بعضه، بتلاقي الصوابع بتاعت الحله شكلها حلو ومقاساتها كلها قد بعض. طبعا الحته الاخيره اللي انا بحطها دي اللي بعمل منها المثلثات والكلام من ده. عايزه اعمل مثلثات اكتر بقطع حتت ارفع، لان المثلثات بتاخد الحتت الرفيعه الطويله. وبدات كده ان انا هقسم الورق الاخضر على الاطباق، عشان انا لما اجي اطلع مش هطلع طبق طبق لكل، يعني انا هطلع طبقين مع بعض. وهتشوفوا في الاخر العروق اللي انا قطعتها البيضه الحلوه المسكره. اصلا انت تدوقي ده يعني ورق الكرنب ده وعروقه مسكره والله كاني محطوط فيها سكر، اللهم بارك، كانت جميله قوي. فطبعا العروق دي انا برده مش برميها، بقطعها حتت صغنونه قوي 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 وبحطها معايا في اخر الحله قبل ما بحشي، عشان لا قدر الله الحله لو شاطت او حاجه يبقى معاكي حمايه كده موجوده ليكي. والحتت برده اللي انا بقطعها على الطروف دي لما بحس ان الورقه يعني معوجه شويه بقطعها برده، مش برميها، من ضمن العروق اللي بحطها، لان مش كل العروق بحطها، بختار العروق البيضه المسكره كده الحلوه بحطها من تحت، وبحط ممكن جزء من فوق مفيش مشكله، بتدي طعمه معاكي كده للمحشي مش وحشه خالص. هتشوفوا في الاخر الكميه اللي هتبقى موجوده يعني طلعت من الكرنب هتلاقوا كميه عروق صغننه جدا اللي اترمت مع كميه حاجات يعني لا تذكر. طبعا انت لو قطعت بالطريقه القديمه بتاعت اهالينا انا يعني اتحداكي بترمي اكتر من كده بكتير. طبعا هنا الجزء ده انا هقطعه يعني نصين كده بالطول، دول اللي انا هعملهم. بصي انا بلفه كده، ده انا عارفه ده اللي هعمله مثلثات معانا، لان انا ولادي بيتخانقوا على المثلثات، او عامه يعني اطفالنا كلنا بيتخانقوا على المثلثات. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه يا رب العالمين. فالمهم ببقى مبسوطه جدا. بصوا الورقه بتبقى قد التانيه وبيبقوا سوا بعض، ببدا اقطعها كده تقطعات متساويه وبالحجم اللي انت تحبيه، عايزاها رفيعه عايزاها عريضه، الحجم اللي انت تحبيه، وببدا اقطعها واجهزها معايا للفريزر. اي وقت مثلا عايزه اعمل محشي بقى في الساعه والتكتكه اللي احنا فيها دي، هجر الطبق الصبح قبل ما اروح الشغل، ابدا اطلعه يفك معايا براحته، ارجع تكون كل حاجه جاهزه معايا، تكون التسبيكه جاهزه معايا في الفريزر، يكون الورق متقطع ومسلوق وجاهز معانا زي ما انتم شايفين. بالطريقه دي هتبقى حتى عمايل المحشي بالنسبه لك انت كموظفه، حتى كمان لو انت كست بيت بتجري ورا ولادك في الدروس والمذاكره، هتكون سهله عليكي جدا. بتتعبي شويه وهتكون سهله عليكي جدا. وطبعا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، احنا عايزين نستغل المواسم، عايزين نكون ستات شاطره كده ونستغل المواسم بتاعه الحاجه ونبدا نقطع فيها ونبدا ولا ان نفرز فيها. فالمهم يا امارات، عايزين ان شاء الله في الفتره الجايه كل حاجه كده رخيصه تكون موجوده معانا في السوق، نشوف طريقه تفريزها ونفرزها. هنا بقى معاكم بصوا دي العروق، الطبقين دول بتوع العروق، بصوا بقطعهم تقطيع صغير، بيتحطوا معايا في قاع الحله من تحت وعلى الوش عادي من فوق. واللهم بارك اللهم بارك. الثلاث اطباق اللي ورا دول كرنبايه واحده، والطبق اللي قدامي في الاول خالص ده يعني كرنبايه واحده، فدي مش تستاهل 30 جنيه. اسم الله الكبيره اللي ورا دي تستاهل 30 جنيه. فدي اللهم بارك ورقها حلو ومسكر وفاتح وزي العسل، فبصراحه جميله جدا. فكده انا جهزتهم وهبدا بقى كده اربطهم، ما لقيتش كيس هتخش فيهم، فهبدا اربطهم في شنط معانا واحطهم معايا في درج الفريزر، يبقوا جاهزين في اي وقت معانا وهيسهلوا عليا يوم تاني. وطبعا انا بصراحه هعملهم على مرتين، مع مثلا كيلو بتنجان مع كيلو كوسه، انت بتظبطي بقى امور بيتك دي معاكي، وهيطلع معاهم طبق من بتوع العروق، ويبقى كده يومي جاهز وبسيط وسهل معايا. ويا رب كده تكونوا استفدتوا كده معايا، وان شاء الله كده روتيني خلص. اشوفكم في يوم جديد وروتين جديد، مع السلامه يا حبايبي.